حياكم الله وبياكم. من أقصى ما قيل في الأدب العربي عن الأم: لن تذهب من ذاكرتي تلك الطفلة الصغيرة التي بالكاد يتجاوز عمرها 7 سنوات، فقد كان لباسها شديد الاتساخ، تمشي بشكل غريب جدا، وذلك بسبب جزمتها البلاستيكية المثقوبة بشكل شبه كامل لدرجة خروج أقدامها الصغيرة منها، غير مرتبة، وشعرها غير مصفف، واختلط اللون الأصفر مع الأسود في غرتها لشدة ما عانت تحت الشمس. كان يحتوي وجهها الكثير والكثير من الندوب والجروح مخلوطة بسواد القذارة. دخلت إلى محل يبيع العطور والثياب والورد، فأشارت بأصابعها الصغيرة إلى وردة حمراء اصطناعية تريد شراءها، فسألها البياع: كم معك؟ لم تنبث بأي كلمة، لكنها مدت يدها المتسخة الصغيرة بكل هدوء، بكل ثقة، وبنظرة غريبة فارغة جدا كأنها تملك الكثير، فظهر أنها تحمل 5 ليرات سورية. فضحك البائع ونظرها بنظرة سخرية واستهزاء: سعر الوردة أكثر بكثير مما تملك تلك الطفلة في يدها. صمت قليلا وقال لها: اذهبي لا نبيع الوردة هنا. لم تجادل البياع البتة أو تتكلم معه إطلاقا أو حتى تطلب صدقة منه، وإنما اكتفت بأن تسير نحوي بخيبة رجل كهل مع عينيه الفارغتين لتقول لي: تعال يا أخي الصغير، سنكتفي اليوم بأن نضع دموعنا على قبر والدتنا كما كنا نفعل في السابق. دمتم في أمان الله. صلوا على رسول الله. سلام عليكم.